لجأت إليه الحكومة لمساعدتها في الحرب العالمية الثانية. لوتشيانو عراب المافيا الأمريكية وموحدها. لم تكن المافيا الإيطالية الأمريكية في ولاية نيويورك عصابة واحدة في عالم الجريمة، بل كانت مكونة من 5 عائلات رئيسية متحاربة فيما بينها. ومع الوقت توحدت هذه العائلات لتشكل واحدة من أكبر عصابات المافيا في العالم. وأصبح أي منا على دراية بالعصابات المافيا الإيطالية الأمريكية من خلال أفلام مثل The Godfather و Goodfellas و دوني براسكو. المافيا الإيطالية الأمريكية أكبر عصابات المافيا في العالم، فقد كان هناك رجل واحد لولاه ما تمكنت عصابات المافيا من الوصول إلى هذا المستوى من التأثير الكبير، وهو تشارلز لوكي لوتشيانو. ويرجع الفضل له في تنظيم العديد من الفصائل المتحاربة في العالم الجارمة بمدينة نيويورك، وتقسيمها إلى 5 عائلات رئيسية لتشكل مجموعة واحدة. فقد أصبح لوتشيانو أول زعيم لعائلة جونيفيزي الإجرامية القوية، وأصبح معروفا بأنه الأب الروحي للجريمة المنظمة الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية. وساعد في تشكيل هيئة إدارة المافيا الأمريكية والتي سميت كوميشن، والمستمرة في الفرض سيطرتها في عالم الجريمة إلى يومنا هذا. كيف حقق الإيطالي المهاجر كل هذا؟ ولد لوكي لوتشيانو باسم سيلفاتوري لوتانيا في بلدية ليركارافريدي في جزيرة صقلية بإيطاليا في عام 1897. هاجر لوكي وعائلته وهو في سن 10 من صقلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في الجزء الشرقي الأدنى من مدينة نيويورك المليء بالجرائم. وعاشت عائلة لوكانيا مثل العديد من المهاجرين في ذلك الوقت في منزل مكتظ. ووجد لوكانيو نفسه في هذه السن الصغيرة في عالم الجريمة، وورد أنه تورط في عملية السطو والسرقة والابتزاز وهو في سن 14. ولم يكن بالأمر المفاجئ أن يجلب الفتى معه بندقية للمرة الأولى إلى المنزل وهو في سن 14، وسرعان ما أصبح نشالا ماهرا. وبدأ الفصل الرئيسي التالي في حياة لوكي لوتشيانو الإجرامية عندما انضم لعصابة 5 بوينت الخطيرة وبدأ في الاتجار في الهيروين. ووفقا لما كتبه الكاتب تيوم نيوارك عن سيرة الذاتية للوتشيانو في كتابه والتي ذكرها لوتشيانو فيما بعد، فقد كان لوتشيانو لديه عقلية رجل أعمال حتى وهو في سن 14. وعزم لوتشيانو على بناء نفسه من الصفر في عالم الجريمة، لذلك قرر أمركة اسمه أي تحويله إلى الاسم الأمريكي، فاختار اسم تشارلي من أجل تجنب الإيحاء الأنثوي لسالي، وهي الكنية لاسمه الحقيقي سالفاتوري. تكوين العصابة. وكما كان متوقعا لم يتمكن تشارلز لوتشيانو من لعب مثل هذا الدور المتكامل في تاريخ الجريمة المنظمة بدون مساعدة الآخرين. وجاءت إحدى هذه المساعدات من ماير ساتشولجانسكي، والذي عرف فيما بعد باسم ماير لانسكي، زعيم العصابة اليهودي سيء السمعة، حيث صادف لوتشيانو لانسكي لأول مرة عندما كان الاثنان مراهقين في نيويورك. اعترض الأطفال المولودون في إيطاليا في ذلك الوقت على العمل مع نظرائهم من اليهود، ولكن رأى لوتشيانو هذا الأمر بمثابة الفرصة بالنسبة إليه، فبدلا من تجنبهم قام بابتزاز الأموال من الشباب اليهود. ومع ذلك وكما تقول القصة عندما واجه لوتشيانو لانسكي رفض الأخير التراجع، وكانت هذه هي البداية لصداقة طويلة بين لوكي لوتشيانو وماير لانسكي. وذكرت ساندا ابنة لانسكي في مذكراتها: في حين أن أبي لم يخبرني قط بأي شيء حول عمي تشارلي، إلا أن عمي تشارلي كان مسرورا بإخباري بكل شيء حول اليهود الصغير القاسي الذي فاجأه بشدة،
من خلال تصديه لعصابات الشوارع القاسية. أعجب لوتشيانو بشدة بشجاعة لانسكي، والذي كان أيضا لديه مهارات في الرياضيات واستغلها بعبقرية في المقامرة. وتعرف لوتشيانو أيضا على صديق لانسكي المقرب زعيم العصابات السيء السمعة بنيامين بوجسي سيجيل، وأصبحوا معا عصابة بوجز وماير. وأظهرت المجموعة الأولى أنشطة إجرامية منظمة، ولكن عندما تم الحظر في العشرينيات القرن الماضي، رأى هذا الاتحاد الإيطالي اليهودي فرصة في تهريب المشروبات الكحولية. صعود لوكي لوتشيانو إلى السلطة. على الرغم من نجاح شركات لوتشيانو مع زعماء العصابات الصاعدين من الشباب، ليس جميعهم أصدقاء. فعلى سبيل المثال، اختطف لوتشيانو من قبل الخصوم له في 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 1929، وقاموا بضربه وشق حلقه وطعنه عدة مرات بمعول ثلج. ووفقا للأسطورة المافيا، تركوه ليموت في جزيرة ستاتن بنيويورك، ولكنه نجا بأعجوبة ولكن مع ندبات في الوجه وعين متدلية. وجاء لقبه لوكي أي المحظوظ لاعتقاده بأنه نجا من هذا الحادث المروع. وأمن لوكي لوتشيانو لنفسه منصبا بحلول ذلك الوقت كملازم للزعيم في نيويورك ماسيريا. وعندما أصبحت منظمة ماسيريا متورطة في أوائل الثلاثينيات القرن الماضي في الحرب القاتلة للسيطرة على المؤسسات الإجرامية في نيويورك مع الوافد الجديد سيلفاتوري مارينزو، تم تجنيد لوتشيانو لتوريطه في عالم الجريمة. وخلال هذه الحرب الغوغائية، ازداد الانزعاج بشدة لدى لوتشيانو وأصدقائه من زعماء العصابات الشباب من عصابات الإيطالية القديمة الطراز، إذ أن الرجال مثل ماسيريا أساليبهم قديمة ولا يتحدثون الإنجليزية كثيرا، وأداروا منظمات إجرامية محدودة العدد. لذلك قرر لوتشيانو التخلص تماما من ماسيريا وإحكام سيطرته على عصابته. واستأذن لوتشيانو في منتصف تناوله لوجبته ليذهب إلى الحمام، وبعدها بفترة وجيزة اقتحم 4 من زملائه منهم بوجسي سيجيل وفيتو جونوفيز والقاتل ألبرت أنستازيا المكان، وقاتلوا ماسيريا. أصدقاؤه اليهود ساعدوه في اغتيال زعيم عصابات نيويورك. جاء مارانزانو بعد عدوه اللدود ماسيريا في قائمة اغتيالات لوتشيانو، وعند هذه النقطة أصبح مارانزانو أول كابو دي تيتي كابي، أي رئيس جميع الزعماء، والرجل الذي اعتبر زعيم الجريمة المنظمة في نيويورك. ترأس لوتشيانو 4 من رجال العصابات اليهود الذي تم تسليمهم من جانب ماير لانسكي، وهناك قاموا بقتل مارينزانو، وأنه بذلك فترة قيادته القصيرة أصبح لوتشيانو بحلول عام 1931 الزعيم بلا منازع لمدينة نيويورك، على الرغم من أنه لم يأخذ المكان مارينزانو بشكل رسمي. ومع ذلك سأم لوتشيانو من إراقة الدماء، وبعد تأثره بسنوات عديدة من العنف وتأثره بشريكه المقرب لانسكي، اعتقد أن المافيا والتي تسمى عصابة دراكونزا نوسترا يمكن أن تدار بكفاءة وبتنظيم بدلا من أن تكون مجرد عصابات وحشية. تنظيم اجتماع كبير في أمريكا بشيكاغو لزعماء الجريمة الإيطالية. بعد ذلك اتجه لوتشيانو لعقد اجتماع حضره زعماء العصابات ال4 المتبقون في مدينة نيويورك، وكانوا هم العائلات ال5 المستقبلية، إضافة إلى آل كابوني زعيم الكبير ذو السمعة السيئة في شيكاغو. أحدث لوتشيانو في الاجتماع ثورة في هيكل المافيا، وأسس بكفاءة المافيا الأمريكية الحديثة، إذ قسم المجموعات الإقليمية إلى عائلات لتجنب إراقة الدماء في المستقبل. وستبقى كل عائلة على أرضها وتختار عملا وتتبع مجموعة مماثلة من القواعد. وإلى جانب ذلك
كل عضو من المافيا ينبغي أن يلتزم الصمت حول أنشطتهم. وأطلق على رمز الشرف هذا الاسم أوميرتا. وفي الوقت نفسه ستحافظ هيئة الحاكم الشاملة تسمى اللجنة على السلام بين مجموعة العائلات، وتحكم في المسائل المتنازع عليها. أعد النظام ببراعة لتجنب العنف بين العائلات المتنافسة ورجال العصابات من الأفراد، إلى جانب الحفاظ على سرية عمليات المافيا. لوكي لوتشيانو والقانون. على الرغم من نجاح لوتشيانو إلا أنه لا تزال هناك تهديدات تترصد به من جانب الحكومة الأمريكية، وتراقب جهات تطبيق القانون عن كتب لوتشيانو، وذلك على غرار نظرائه الكابوني والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى في عالم المافيا. وعاش لوتشيانو في هذه الأثناء حياة مترفة، إذ اشترى الملابس من الحرير والفراء للعديد من النساء، وصاحب المطرب فرانك سيناترا، وعاش في جناح بفندق والدروف أستوريا بمدينة نيويورك. حكم عليه بالسجن 30 عاما، لكنه بقي يدير أعماله خلف القضبان. وأخيرا في عام 1935 كان لدى المدعي العام توماس ديوي الدلائل الكافية لاتهام لوكي لوتشيانو بتسهيل الدعارة. بلغت قيمة الكفالة التي دفع لوتشيانو نحو 350 ألف دولار، بما يعادل 6 ملايين دولار في يومنا هذا. وبذلك الوقت كان هذا المبلغ رقما قياسيا في نيويورك. أذان العشرات من الشهود لوتشيانو، ووجدت المحكمة أنه مذنب في 62 تهمة. وفاز ديو بعد أن حكم على لوتشيانو بالسجن لمدة 30 عاما، وعلى الرغم من مكوثه خلف القضبان وتحت حراسة مشددة، إلا أن لوتشيانو استطاع إدارة أعماله من داخل السجن. جعل لوتشيانو مسجونين آخرين يقومون بما يتوجب عليه فعله داخل السجن من أعمال، وحتى أنه أرغم واحدا منهم على أن يكون الطاهي الشخصي له. ولكن صمم لوتشيانو على الخروج من السجن، وأتاحت بداية الحرب العالمية الثانية هذه الفرصة بشكل كبير له. أمريكا لجأت إليه لمساعدتها. وسط تخوف الأمريكيين من محاولات القوات الأجنبية تخريب موانئ الساحل الشرقي لأمريكا، ومن دعم العمال بالميناء الإيطالي الأمريكي سرا لبينيتو موسوليني، لذلك لجأت إلى طلب مساعدة لوتشيانو المسجون. عرضت القوات البحرية الأمريكية عليه تخفيض عقوبته مقابل معلومات ومقابل مساعدته في عمليتها، فيما أطلق عليه اسم عملية Operation Underworld، عملية عالم الجريمة، لأسباب واضحة، إذ أنه لم يكن هناك أحد سوى لوكي لوتشيانو ليكون كعيون وآذان القوات البحرية الأمريكية. نفي لوكي لوتشيانو إلى إيطاليا. لم تتوقف مساعدة لوتشيانو للحكومة الأمريكية عند عملية عالم الجريمة، إذ قيل أنه ساعد الجيش الأمريكي على غزو مسقط رأسه صقلية في عملية سميت عملية هاسكي Operation هاسكي. وأخيرا في عام 1946 أصدر توماس ديوي الذي وضع لوتشيانو خلف القضبان عفوا مقابل خدماته التي قدمها أثناء فترة الحرب، لكن نظرا لتأثيره الإجرامي لم تكن الحكومة الأمريكية على استعداد لجلع لوتشيانو يسير بحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدلا من ذلك تم نفيه إلى إيطاليا. وفاة زعيم المافيا الأمريكية. لم يمض وقت طويل حتى حاول لوتشيانو الانتقال إلى هافانا، لكن الحكومة الكوبية أرسلته إلى وطنه أيضا. ومع اختفاء لوتشيانو عن الساحة، ملأ فيتو جونوفيزي وكارلو جامبيجو فراغ السلطة، وحتى أنهم قتلوا العديد من الشركاء السابقين للوتشيانو. ومن بين العديد من النساء التي واعدهن لوتشيانو، فقد استقر في النهاية مع امرأة واحدة لوقت طويل، وكانت راقصة بالي تصره ب20 عاما، تدعى إيجيا ليسوني. في عام 1948 عاش سويا في منزله بنابولي،
حتى وفاتها بسرطان الثدي في عام 1952، ولم تنجب أي أطفال. وذكر عن لوتشيانو أنه قال: لا أريد أي ابن لي ليعيش كابن لوتشيانو زعيم العصابة. استمر لوتشيانو على الرغم من نفيه في إدارة الأنشطة الإجرامية في صقلية لمدة 15 عاما أخرى، قبل وفاته بسكتة قلبية في 26 يناير 1963. وجاءت وفاته قبل اعتزام السلطات الإيطالية القبض عليه بتهمة تهريب المخدرات. أعيد جثمان لوتشيانو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدفنه، وحضر مراسم الدفن الآلاف الأشخاص المعجبين به. يمكن القول إن لوتشيانو هو من صمم الجريمة المنظمة الأمريكية كما نعرفها اليوم. يمكن لعشاق المافيا زيارة قبره في مقبرة سان جون بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. سؤال هذه الحلقة: لماذا لجأت الحكومة الأمريكية إلى شخصية إجرامية لمساعدتها في الحرب؟ وهل هناك حالات مشابهة لتعاون الجريمة المنظمة مع الحكومات في فترات تاريخية أخرى؟ شاركوا آراءكم معنا في صندوق التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.